صاحبات معايا وهي مصاحبه مع راجلي غير باش تبقى قريبه مني، ولكن اللي غادي نديرو فيها وفيه ما عمرهم غادي ينساوه. المهم البنات، انا تزوجت براجلي عن حب. كنا كنبغيو بعضياتنا وكنا ناويين اننا نكملوا هاد الحياه مع بعضنا. راجلي كان انسان ميسور، عنده الخير والخمير، وصراحه كنت عايشه معاه بخير، ما كانت ناقصاني معاه حتى شي حاجه. كان دايما كيعبر لي على الحب ديالو، وكنت دايما عايشه في الرومانسيه. المهم مشات ايام وجات ايام، حملت وولدت ولدي، وبديت كنشوف الراجل بدا كيتغير عليا. قلت له ربما يكون حتى الشكل ديالي تبدل، الكرش ولات مدليه، الفورمه ما بقاتش هي هذيك كيف ما كان عارفني في الاول. قررت انني ندخل لاصال وقاديت الفورمه، واخا هكاك الراجل بقى مبدل معايا. مره كنت كنسولو، كنقول واش مازال كتبغيني؟ ما كانش كيقدر يشوف في عينيا ويجاوبني، كيحاول انه يتلفت لشي جهه اخرى وكيقول لي مازال كنبغيك، ولكن حنا عيالات وغاديه تحسي بالراجل الا كان بدل عليك. واخا هكاك قلت مع راسي غادي نحسن من حالتي، نحسن من طريقتي في التعامل معاه، باش دايما نبقى كاسبه راجلي ليا، لانني كنت كنبغيه. فبطبيعه الحال ما غاديش نبغي ديك العلاقه اللي بيناتنا ما تكونش مبنيه على الحب. قلت انا خاصني نعاود نجدد حياتي، نعاود ندير بزاف ديال الحوايج باش نرجع العلاقه كيف ما كانت. ايوا يا البنات، في واحد النهار كنت خارجه، واحد السيده وقفاتني: السلام اختي كي دايره؟ لاباس بخير؟ قلت لها لاباس الحمد لله. قالت لي اختي ما ديريهاش مني قلت الصواب، بغيت غير نسولك. قلت لها مرحبا. قالت لي اختي هاد الديور اللي حداكم هنا واش للبيع؟ قلت لها اييه. قالت لي والدار اللي انت ساكنه فيها واش صراحه كتبان من برا غزاله، واش هما يا نفس الفصاله هنايا؟ قلت لها نفس الفصاله، وصراحه راه الثمن شويه ديالهم طالع. قالت لي ما عنديش مشكل، انا باغيه غير شي دويره تكون بحال داركم هكا كتبان من برا، وهذا الستيل صراحه عجبني بزاف، ولكن راني ما شايفاهمش من الداخل. قلت لها انت راه كاين واحد السيد هنا سمسار، سيري عنده سوليه وراه غادي يفرجك دار بدار، وديك الساعه اللي ارتحيتي فيها خديها. ايوا السيده قالت لي شوفي انا غادي نخلي لك النمره ديال التليفون ديالي، الا بان لك مول الدار ديال شي وحده في هادو اتصلي بيا. قلت لها علاش؟ وسيري عند السمسار. قالت لي لا اختي انا بغيتي الا شريت الدار نشريها مني للراجل، ما باغيش ندخل فيا السمسار. قلت لها واخا ماشي مشكل. وانا من نيتي غير بان لي السيد مول الدار، وانا نسولو قلت له واش مازال حاط الدار ديالك للبيع؟ واش مازال ما تباعت؟ قال لي مازال. قلت له راه واحد السيده باغيه تجي تشوف وتشري. قال لي مرحبا بها. اتصلت بها: السلام عليكم. وعليكم السلام، انا هي اختي اللي كنتي وصيتيني باش انك باغيه تجي تشوفي شي دار هنايا. قالت لي مدراجه مول الدار؟ قلت لها كاين. قالت لي صافي اختي انا غنجي عندك دابا. جات السيده نيشان دقات عليا، قالت لي واش ممكن انك تمشي معايا؟ ما قدرتش نمشي بوحدي. قلت لها واخا. ايوا يا البنات مشيت انا وياها، وشافت الدار وعجباتها وبغات تحماق عليها. تفاهمات مع السيد على الثمن، وقالت له غادي نعطيك العربون ومن بعد نكمل لك. المهم البنات عطاتو العربون ديال ديك الدار، وداك النهار قلت انا ما فيها باس غادي نعرض عليها واخا تشرب عندي غير كاس ديال اتاي. قلت لها اجي شربي معايا واخا غير كوز ديال اتاي. قالت لي صراحه ما كرهتش، وبقات كتشوف قالت لي ما هزه معايا حتى شي حاجه في يدي، حشومه ندخل عندك هكا خاويه. قلت لها ما بيناتناش. ايوا السيده دخلت لعندي، عمرت داك الكويز داتي، حطيت ليها حليوه وجلسنا وبقينا كنتسايروا مع بعضياتنا. سولتها واش مزوجه؟ قالت لي انا ما مزوجاش. قلت لها خدامه؟ قالت لي اش غادي نقول لك، خدامه غير من الدار في واحد السيت والحمد لله. كنشد فليسات اللي باغيه حتى انا نقاد بهم المستقبل ديالي. قلت لها مزيان، اي مراه يعني راه كتبغي تكافح على راسها. ايوا المهم البنات من داك النهار ولينا صحابات، ولات السيده كل نهار داخله خارجه عندي، وفي اغلب الاحيان كتجي من اللي ما كيكونش راجلي. حيت انا في الاول قلت لها من الاحسن تبقى علاقتنا بعيده على الرجال، راكي كتعرفي الراجل ما كيبغيش مراته يكونوا عندها صحابات. قالت لي عارفه داكشي. المهم البنات دازت مده، قالت لي راني صافي غادي نكمل السيد فلوسو والدار غادي نكتبها معاه. فرحت ليها قلت لها مزيان غادي تولي جارتي وتولي قريبه مني. ايوا قالت لي ان شاء الله، ولكن ما غاديش نسكن فيها دابا حيت انت عارفه باقي تابعها بزاف ديال الحوايج وباقي خاصني نفرشها ونقادها. الوقيته اللي بدات كتفرش دارها كانت كتعيط ليا وكنخرج معاها، واختاريت كل شيء على الذوق ديالي لحقاش قالت لك عجباتها داري كيفاش مفرشه. فرشات الدار من طقطق حتى السلام عليكم، وانا فرحانه ليها وبحال شي بهله وغبيه. مشات ايام وجات ايام. في واحد النهار انا جالسه في داري حتى غادي توصلني واحد البرا ديال البنكه ديال راجلي، وانا عمرني ما كنت كنحلها، ولكن داك النهار قلت صافي غادي نحل نشوف شنو واقع. فاش حليت الورقه ديال البنكه كنلقى بلي راجلي مخرج واحد المبلغ باهظ، مبلغ ماشي ديال اننا نقضيو به شي حاجه،
ولكن مبلغ ديال انك تشري به شي عقار. ديك الساعه تصدمت، قلت كيفاش راجلي مخرج هذا المبلغ كامل وغادي يكون قاضي به شي حاجه اللي هي مهمه وما قالهاش ليا، وحنا متعودين انه كان كيفسر ليا وكيقول لي اي حاجه يعني كيديرها بالفلوس. فقلت مع راسي ربما راجلي يكون داير ليا شي مفاجاه وانا ما على باليش، غادي نسكت وما نقول له والو. بقيت ساكته، ولكن السيد غير ما زاد فيه، شهر على شهر القضيه يعني، ولكن شي مفاجأة ما شفتها. فقررت انني نواجهه وقلت له شوف ولد الناس، داك النهار راني قلبت الورقه ديال البنكه ولقيتك مخرج واحد المبلغ اللي هو مهم، ومن بعد عاوتاني خرجتي مبالغ اخرى، ولكن شفت حاجه ما كتبان ليا من هذا الشيء، اشنو كدير بهذيك الفلوس كامله؟ السيد بدا كيتنطر عليا وقال لي وانت واش ندخلك، واش قربك ليا الوراق ديال البنكه ديالي تقرب يعني تقلبيهم، ماشي شغلك ندير بهم اللي بغيت. ولات واحد العلاقه متوتره بيناتنا، والسيد تقلب عليا في مره ما بقيت فاهمه والو. وهذيك السيده بقات مستمره في علاقتها معايا، بمعنى انها صاحبتي، وولات كتعمد انها تجي عندي للدار في الوقيته اللي كيكون فيها راجلي، ولكن راجلي فاش كيشوفها ما كيقولش ليها حتى السلام. وانا كنت كنستغرب، كنقول له علاش صاحبتي كتجي عندي وما كتقولش ليها السلام؟ قال لي منين جات هاد صاحبتك عاوتاني؟ واش انايا قال لي نجي للدار ما غاديش نرتاح فيها، غادي فين ما نجي نلقى شي وحده في شكل عندي هنا في الدار؟ قلت له انا عمرني ما دخلت شي وحده، هذه هي الصاحبه الوحيده اللي ولات عندي، فعادي على الاقل احترمني وقول لي السلام، هي دابا شنو غادي تقول عليا؟ قال لي تقول اللي بغات تقول، هاد السيده ما تبقاش تدخل عندي لداري. ما فهمتش ديك ردة الفعل ديالو كيفاش دايره، وقلت ربما غير حتى حنا اصلا علاقتنا ولات متوتره. ايوا البنات غادي يصدمني السيد، مره اخرى جا ولقاها عندي، وقف عند الباب قال لها شوفي انت يا لاله، ما تبقاش توصلي هنايا عندي لهاد الدار، هاد المراه راه عندها راجل وراجلها ما باغيش الوجود ديالك، الله يعاونك وزيدي مع الباب. تخيلوا البنات انا كيفاش كان الموقف ديالي قدامها. السيده خرجت من عندي وفي واحد الحاله ومارقه وما عجبها حال، وبطبيعه الحال لو كان انا كنت في بلاصه حتى انا ما غاديش يعجبني الحال. ناضت الفوضى بيني وبين راجلي على داك التصرف اللي دار، ومع ذلك سكت وضربت الطم وقلت خليه، ربما غير معصب من داكشي اللي قلت ليه انا، ولكن لحد الساعه ما عرفتش دوك الفلوس فين مشاو. ايوا قال سمع ليا ما بيا حتى كيوصلني واحد ميساج صيفطاتو ليا هاد صاحبتي. ميساج شنو فيه اوديو اللي كان راجلي كيهضر وهي مسجلاه، وهو كيقول لها شوفي يا حبيبه احنا ان شاء الله قرابين نتجمعوا انا وياك في دار وحده، وهي كتقول له ولكن انا خصك تبين لي العربون ديال المحبه ديالك. قال لها واش ما قداتكش هاد الدار اللي شريت والفراش اللي فرشت وكل شيء بفلوسي؟ قالت له ايه هادشي كله درتيه، ولكن راه حتى شي حاجه ما في سميتي. قال لها ان شاء الله يكونوا في سميتك نهار ندير انا وياك العقد. ايوا قالت له ان شاء الله. هذاك الاوديو بالكلاخ ديالها وباش تعرفوا بانها كانت مكلخه مليون في المية صيفطاتو ليا انا. علاش؟ باش تخليني نوض الفوضى مع راجلي، وزعما باش هي تكون هي المستفيده، ولكن ما فهماتش وما عرفتش راسها مع من طاحت. انا غير سمعت داك الاوديو وتحزمت لراجلي، بديت كنلحلح عليه، وراكم كتعرفوا المراه اللحلاحه غلبات السحاره. بديت كنلحلح عليه وكل ساعه جالسه معاه ونحذر فيه وصافي ما تقلقش مني. هذيك الصاحبه بغيتي نقطع علاقتي بها، انا صافي قطعت علاقتي بها وعمرني ما بقيت غادي نهضر معها، وعرف باللي هادشي كامل كنديرو غير على ودك، انا راه باغيه غير مصلحتنا حنا بجوج. المهم نهار على نهار وانا كنتعامل معاه بحال هكاك حتى بديت كنكسبو بشويه بشويه. وفي واحد النهار جالسه انا وياه ودرت واحد الجلسه رومانسيه، وقلت له شوف حبيبه انت دابا يعني كتبغيني؟ قال لي ايه كنموت عليك. قلت له مادام كتموت عليا حتى انا بين لي العربون. قال لي بمعنى ما فهمتكش اش بغيتي تقولي؟ قلت له علاش لي ما تكتبش لي هاد الدار في سميتي، وانت تبارك الله عندك الفلوس كثيره، وانت شفتي داك النهار شحال خرجتي ديال الفلوس، وملي جيت دويت معاك غوتي عليا بحال الا انا ما كنعني عندك حتى شي حاجه. ايوا قال لي جاتك غير على الدار، مرحبا لاله راكي مراتي وام عينيا وام وليدي. ايوا يا البنات اش غادي نقول لكم، السيد مشى وكتب لي الدار وكنت فرحانه وطايره بالفرحه، وقلت اول الخطه ها هو نجح ليا. من موراها جلست ولبتها وبرت وما بقيت كنقول حتى شي حاجه، ساكته على دقتي حتى غادي نسمع الدقات في باب الدار. فاش حليت كنلقاها السيده واقفه وبوجهها احمر. قالت لي بغيت نعرف داك البرود اللي عندك، كيفاش انا صيفط لك داك الاوديو وبينت لك على علاقتي براجلك وقلت لك راجلك شنو دار على ودي وانت جالسه مبرده وما قلتي لي حتى شي حاجه. قلت لها انا غير خليني بارده، سديت عليها الباب وقلت لها عافاك عمرك ما تبقاي توصلي عندي هنايا. سديت الباب وجيت جلست في الدار. راجلي ملي جا جلس ما عليه ما به، وانا نفتح هذاك الاوديو وخليته كيتصنت له من الاول حتى الاخر ديالو، واللي وقع ما يتصدقش. خليكم مع الجزء الثاني.